هاي جدم هنا إدمان الراحة. السجن اللي بزاف الناس عايشين فيه. السجن ما فيه لا حديد لا حراس ولا أبواب مسدودة، ومع ذلك ملايين الناس باقي محبوسين فيه. من كتسمع كلمة إدمان كيجي في بالك تدخين المخدرات ولا الهاتف، ولكن كاين نوع آخر من الإدمان اللي يقدر يبان لك بسيط ولكن يقدر يضيع لك سنوات من حياتك. هو ديما لأنك ديما كتختار الحاجة السهلة. الراحة ماشي واحد الحاجة اللي خايبة، بالعكس الجسم ديالنا والعقل محتاجين يرتاحوا. والمشكل هو ملي كتكون الراحة كتولي أسلوب حياة وكتولي كتهرب ليها كل ما واجهتي تحدي ولا مسؤولية. يضمن الراحة كيخليك ديما تقلب على طريق سهلة، وطريق سهلة وزوينة فراه ما كايناش. ما كتبغيش تبدا شي مشروع غير حيتاش الوقت ما مناسبكش، ما كتبغيش تريني غير حيت حسيتي براسك عيان شويه، ما كتبغيش تقرا غير حيت ما عندكش القانه اليوم. وثق بيا، طريق النجاح عمرها ما كانت مريحه. فراه اي انسان وصل لشي حاجه كبيره فراه لازم نتعب من الفشل ومن بزاف ديال المرات ديال الاحباط، ومن لحظات ما كانش باغي يكمل ولكن كمل. وباش تخرج من منطقه الراحه ديالك وادمان الراحه ماشي غادي تجي وتعلم ديريكت على تغيير كلي وكبير، بل غتبدا بخطوات اللي هي صغيره حتى تشكل عندك عاده. مارس الرياضه غير 15 مينوت وصافي، ولا قرا 5 صفحات وصافي بارك من واحد الكتاب. فراه الاستمراريه اهم من داك الحماس البديه. الحماس كيمشي وكيجيو العادات هي اللي كتصنع الفرق. وفي الاخر صور راسك هذا السؤال هذا: من بعد 5 سنين واش انت غادي تشكر راسك حيتاش بديتي، ولا غادي تلوم راسك حيت في كل مره كتقول غدا؟ كان معكم جاده، تهلاو في راسكم.